هذا حبان جهه الاخرى. السلام عليكم متابعي الكرام. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم دار الدباغة مدينة فاس اللي تبارك الله من القرن 11 ليمات المرابطين والميرينيين، يعني اللي تصنفت دار الدباغة من التراث ديال يونسكو الخوت. اليوم غتكون واحد الجولة خفيفة وغتكون واحد الجولة لايف، داكشي طبيعي. هاد المال اللي كتشوفوها الخوت غنخرج من دار الدباغة، ودابا راه غادي غندخلوا مع الدخله ديالها. شوف كما قلت لكم غنشارك معكم لايف داكشي لايف الخوت. درت هاد المقدمه خفيفه ظريفه باش غير ندير لكم التعريف على الفيديو، وغنخليكم مع الفيديو هكاك بالصوت الطبيعي الخوت. وعلاش ما درت ليه الصوت الخوت؟ ما عنديش الميكرو كناقص شويه، وهنا كان فيه الصوت بزاف ديال الناس، ولكن غندير لكم هاد المقدمه وانتم تفرجوا. هذه الدخله، هذه هي الدخله الخوت. السلام جونا من الفوق، جونا هاد البلاصه عاليه. صافي صافي مشيت بحال نطلع من هنا. سير لا نسمع. لا ما كاينش ديور على الله يهديك. اش دار؟ هذا حبان جهه الاخرى. صافي الله يحفظك. ما الشمال سمع الشمال اصاحبي. الشمال هو اليسار. عندك بالنسبه للخوت هاد الاحواض كما كتشوفوا الناس خدامين فيها المعلميه الله يعطيهم الصحه. راه الخوت هاد الاحواض اللي كتشوفوا بالالوان اللي كيبان لكم اللون الصفر ولا الاحمر ولا الزرق ولا البني، هادو هما كيكونوا فيهم الاحواض فيهم صباغه طبيعيه، يعني كتكون فيه الصباغه طبيعيه ماشي صناعيه. وكيكون فيما عاوتاني البزق ديال الحمام، هذا كيستعملوه باش كيخلي لهم الجلد إليان. كما كتشوف بحال هاد الاحواض دابا هادو كاملين فيهم هاد الالوان، هادو كاملين الصباغه طبيعيه، ولا اللي كتلقى فيهم البزق ديال الحمام اللي كيخلي الجلد يكون رطب.
هادو دابا الجلد اللي كتجيو فوق هذا هو في المرحله ديال صافي ديال التنشاف، غيمشي لواحد البلاصه غادي كاين واحد اللعيبه ديال الموس اللي كتسرحوا. اما الاحواض اللي كتلقاهم بيضين، هادوك الاحواض اللي فيهم الجير اللي كيديروهم شي نوع ديال الجلد اللي كيكون واقيلا قاصح اللي كيديو واحد المده، هادوك هما اللي كيكونوا في دوك الاحواض اللي كيكونوا بيضين كيكون فيهم الجير. شو تبارك الله كتلقى الناس الكبار والصغار كلشي خدام يعني بحال ومخلينها في حاله طبيعيه ديالها كما كتشوفوا هنا ديال الجير. هادو هما ديال الجير، وهادو هنا اللي باقي شادين النوبه ديالهم وباقي غيدخلوا المراحل ديالهم باش يدخلوا الاحواض ديالهم. المعلميه الله يعطيهم الصحه يعني صراحه تبارك الله عليهم. وصراحه الخوت فاس مدينه جميله، المعلم تبارك الله خدام في هذه الماكينه. مدينه جميله فيها الثقافه وفيها العلم، مدينه كبيره، الناس ديالها مضيافين. وانتم خلي الراي ديالكم في التعليق كي جاتكم فاس، واش عمركم سافرتوا لمدينه فاس ولا لا؟ هنا الخوت داخلين دابا في الواحد من وسط الازقه ديال فاس، الازقه الضيقه ديال فاس. هذه هي الطابع الحلاوه ديالها. واحد المعلومه الخوت سولت عليها، علاش فاس فيها هاد الزناقين مضيقين؟ الناس مثلا الاولين اللي بناو علاش ما بناوش وخلاو الزناقين اعراض؟ علاش الخوت هاد اللي سولت عليها؟ قال لك سيدي الناس حيت فاس معروفه بها يعني فاس سخونه بزاف، وباش تكون الحرفيين حيت تبارك الله من قديم الزمان وهي معروفه غير بالصنايعيه التقليديين، باش يقلبوا على واحد الجو يكون مناسب لهم لهاد الحرفي اللي كيكونوا متعبين وشاقين، هو يخليو الزناقين مضيقين وهكا كيكون واحد كوندير واحد الكليمه اللي كتكون طبيعيه. وسبحان الله العظيم شعل على فكره ديال الناس تبارك الله. وهنا الخوت راه حنا تلفنا وسط الزناقي تلفنا فين جينا ما عقلناش، وتلفنا كندوروا في الزناقي باش نلقاو على الباركين فين خلينا الطوموبيل ديالنا، وفي الاخر لقيناها. جبوا هذا المحتوى وشاركوا مع الاصدقاء ديالو وعطانا جيم بارطاج ودار لي اشتراك في القناه ودار تفعيل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. هنا الخوت راه جينا للمحطه، هاد البلاصه فيها الساط وفيها 6 ايام، المحطه ديال 6 ايام يعني. هنا صافي غنودعو لكم واحد هاد الزياره، درنا زياره خفيفه وصراحه الناس مضيافين، عجبوني الناس ديال فاس صراحه. احنا دابا ركبنا في الكار، وكما كنقول لكم الناس ديال فاس راه حاكمين العالم بالتواضع، ماشي بداكشي اللي على بالكم. هنا راه خدينا الكار وشدينا الطريق، وكنقول لكم حتى نتوما الخوت شكرا لكم بزاف وتحياتي لكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وكنشكر